ما ينفعش. لازم عنده قناعة بما يحدث داخل هذا الحزب، وإلا أنت ما بتتغيرش. بالنسبة لشيخ الأزهر الإمام الأكبر والحديث على يستقيل أو يتم بعد عودة الرئيس مبارك أنه ربما يصدر قرار بإعفائه أو بتجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب الوطني. الفكرة نفسها طرح أنه رئيس جامعة الأزهر يكون عضوا وفي مكان كبير أو مكان قيادي في الحزب الوطني، هل ده يليق بجامعة الأزهر أن يكون داخل الحزب؟ رأيي أنا الشخصي يعني لا، موقع شيخ الأزهر هو موقع أعلى من موقع حزبي، وبالتالي لا يمكن موجود كموقع حزبي وهو في إمامة الأزهر. الأزهر في العالم كله منظور له على إنه شيء له قيمة وقامة وهم. مش مصري بس، ده عالمي على الإسلام كل الإسلامي وخارج كمان وبالتالي يصبح في فترة وجوده كإمام للمسلمين في الأزهر. أنا عن شخصي، عن أسلوبي الشخصي وفكري، إنه يجب أن يجمد عضويته أو يستقيل إلى أن يخرج من الإمامة أو الأخلاق. حصل تداول الأيام اللي فاتت في هذا الأمر داخل الحزب، قيادة الحزب؟ لا في ما أعتقد يعني قد يقول حد منه إذا حبيت فمفيش أي مشكلة في إنك تخرج في فترة وجودك كإمام وشيخ للأزهر، لأن بس القيمة هنا أهم. بس مش في قرار طالع لك أصله حزبي، أصله في المكتب السياسي الحزبي، عشان ما أعلى من هذا وبحيث تبقى أكثر استقرارا. مش شايف كده إنه المسألة كده ما فيهاش توازن؟ حكاية الناس اللي ممكن يبقوا في إدارات وفي قيادات في أماكن كثيرة في الدولة موجودين جوه الحزب، يعني دي مسألة غير عادلة. استاذ عمرو، كأنت الدخول في الحزب او وجود فيه ده نوع من سبه؟ لا يا فندم، ده سبه، ده شرف والله. ده لا معلش بس خليك معايا. يعني هل هو انما انت مثلا لما تبقى انت مثلا شيخ الازهر ازاي تبقى في الحزب الوطني؟ مش سبه. لا هو اختياره. اصل هو مش وارد في يوم من الايام، ده انا عارف ان ده مستحيل انه يبقى حد تاني بيحكم غير الحزب الوطني. طب دكتور الطيب، هناك من يقول في الواقع بأن الحزب الحاكم نفسه هو الذي يريد منك أن تستقيل، لأنه لا يريد الجمع باعتباره حزب علماني، لا يريد الجمع بين الدين والسياسة، أليس كذلك؟ لا يا سيدي، ما طلب مني الحزب الحاكم ولم يطلب ولا طلب، وإنما الصحف التي هي طلبت، وأنا كان هذا في اعتباري، لكن لم يعني حين سجل معي الكلام في أول يوم كان في ذهني هذا، ولكن لم أكن يعني في حل أن أنا أتحدث عنه بهذه السرعة، لأني حتى لم تترك لي فرصة التفكير في كيف أطرح هذا الموضوع. إنما الموضوع مطروح من منطلق التفرغ التام للأزهر الشريف، وأيضا من منطلق أنه يعني حتى لا تتخذ المسألة دي أقصوصة يومية في الصحف وفي القنوات الفضائية. يعني حتى أنهي هذه النقطة يا شيخ طيب، يعني أنت ما زلت على رأيك بأنه لا تضارب بين عضويتك في الحزب وبين رئاستك أو يعني مشيخة الأزهر، هذا نقطة وجيهة؟ يا سيدي، حينما تحدثت عن ذلك كنت أناقش مبدأ، وأرى أنه من حيث المبدأ لا تضارب، ولكن من حيث الملابسات ومن حيث الواقع ربما يكون يعني التفرغ التام للأزهر أفضل للأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على الأوراق واستماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا، حكمت المحكمة بقبول الدعاوى شكلا وفي الموضوع بانقضاء الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وإيلولته إلى الدولة.